بيمر عليك اوقات تحس انك مش قادر تقوم من السرير، مش قادر حتى تفتح الموبايل ولا تكلم حد، وحاسس ان كل حاجه في حياتك تقيل عليك حتى انفاسك. فانا عايز اقول لك انك مش لوحدك، اللي اوقات بتمر بالحاله دي، ودي مش مشكله فيك انت بالاخص، ده اسمه الاحتراق الذاتي. سيف كان قاعد قدامي اخر مره وكان باين عليه التعب جدا، كان بيقول لي انا حاسس اني مش عايش، حاسس اني روبوت، كل يوم نفس الروتين، اصحى اشتغل انام، ما بقتش حاسس بطعم اي حاجه، حتى الحاجات اللي كنت بحبها ما بقتش مهتم بيها خالص. سيف مش حاله استثنائيه، سيف واحد من ملايين الشباب اللي وصلوا لمرحله الاحتراق النفسي، وده مش مجرد تعب عادي، ده حاله نفسيه وجسديه معقده جدا. السلام عليكم، مساء الخير ويا رب دايما تكونوا بخير. انا حسن نجار وخلينا النهارده نتكلم عن الاحتراق الذاتي. تعرف ايه اللي بيحصل جوه دماغك لما توصل لمرحله الاحتراق النفسي؟ في منطقه في المخ اسمها الكورتكس الامامي، وده المسؤول عن اتخاذ القرارات والتفكير المنطقي والتحكم في الانفعالات. لما تفضل تحت ضغط مستمر لفتره طويله، المنطقه دي بتبدا تتعب وتقل كفاءتها، وفي نفس الوقت منطقه اللوزه الدماغيه اللي مسؤوله عن الخوف والقلق بتبقى نشطه اكتر من اللازم. يعني ايه بقى كل الكلام الكبير ده؟ يعني ببساطه دماغك مش قادر يفكر زي الاول، مش قادر ياخد قرارات، ومش قادر حتى انه يتحكم في مشاعرك، علشان كده بتحس انك مشوش، مش قادر تركز ومش قادر تاخد ابسط القرارات حتى لو كانت بسيطه جدا، زي هتاكل ايه النهارده. واللي اصعب من كده ان الاحتراق النفسي ما بيحصلش بين يوم وليله، ده زي التسوس اللي بيحصل للاسنان، بيتكون على مدار شهور وانت مش حاسس، لكن مره واحده تلاقي وجع في اسنانك. بس للاسف انت بتدرك ده بعد ما يكون الاوان فات. انت كمان مش بتحس بالخطر لحد ما توصل للمرحله اللي مش قادر تكمل فيها. ده اللي كانت بتحكي لي انها فضلت سنين طويله جدا بتشتغل من الساعه 8 الصبح لحد 3 الفجر، مهندسه ديكور موهوبه وبتاخد مشاريع كتير جدا وعايزه تثبت نفسها في سوق الشغل. كانت بتقول لنفسها انا قويه وانا قادره اتحمل، انا لسه صغيره ولازم اشتغل كتير دلوقتي عشان اقدر ابني مستقبلي. لكن اللي ما كانتش تعرفه ان جسمها كان بيبعت لها اشارات انذار كل يوم: صداع مستمر، ألم في الظهر، ومشاكل في النوم، فقدان شهية ونسيان كتير وعصبية زيادة عن اللزوم. كانت بتتجاهل كل الإشارات دي وتقول لنفسها عادي، كله كده، لما اخلص المشاريع دي هبقى ارتاح. بس الراحه ما بتجيش ابدا، لان الراحه ما كانتش في ان المشاريع اللي معاها تخلص، الراحه كانت في انها تفهم ان الاحتراق النفسي مرض زي اي مرض تاني وليه اعراض وليه علاج. طب تعرف ان منظمه الصحه العالميه في 2019 اعترفت رسميا بالاحتراق النفسي كحاله طبيه؟ وده مش مجرد كسل او ضعف شخصيه زي ما ناس كتير بتفتكر، ده مرض حقيقي بيأثر على الدماغ والجسم والهرمونات. الدراسات بتقول ان 76% من الموظفين حوالين العالم بيعانوا من اعراض الاحتراق النفسي، وفي مصر الرقم ده اعلى بكتير جدا بسبب ضغوط الحياه والظروف الاقتصاديه والتوقعات الاجتماعيه العاليه. ادم مثلا كان واحد من الناس دي، خريج تجاره وقرر يغير مساره ويدخل مجال البرمجه. كان متحمس جدا في الاول، بيذاكر 12 ساعه في اليوم، بياخد كورسات وبيشتغل في مشاريع وعايز يوصل بسرعه جدا. بس بعد سنه كامله من الشغل المتواصل وصل لمرحله انه ما بقاش قادر يكتب سطر واحد في اي كود. ادم كان بيقول لي انا كنت بفتح الكمبيوتر واقعد ابص في الشاشات لساعات كتيره قوي من غير ما اعمل اي حاجه، كنت حاسس اني غبي او اني فاشل وان كل الوقت اللي فات ده راح بدون فايده. بس الحقيقه ان ادم ما كانش فاشل، ادم كان محترق نفسيا وذهنيا ودماغه كان محتاج راحه عشان يقدر يرجع يشتغل تاني. الابداع والتعلم مش بيحصلوا لما الدماغ يبقى تعبان طول الوقت، الابداع بيحتاج دماغ مرتاح ونشيط. وفي دراسه اتعملت في جامعه ستانفورد اكتشفت حاجه مذهله جدا: الطلبه اللي بياخدوا فترات راحه منتظمه بيحلوا المسائل المعقده احسن بنسبه 41% من الطلبه اللي بيذاكروا بشكل متواصل من غير راحه. يعني الراحه دي مش رفاهيه، الراحه دي جزء من العمليه التعليميه نفسها. نهى كانت في بدايه حياتها ومش عارفه تختار ايه ولا تعمل ايه في حياتها، كل واحد حواليها بيقول لها راي مختلف، اهلها عايزانا تشتغل في مجال امن، صحابها بينصحوها تجرب حاجات جديده، وهي واقفه في النص مش عارفه تروح فين. الضغط ده خلاها توصل لمرحله من الشلل التام، ما بقتش قادره تاخد اي قرار حتى لو كان بسيط، ولا حتى عارفه تلبس ايه او تاكل ايه. كل القرارات دي بقت صعبه عليها جدا، وده عرض شائع جدا من اعراض الاحتراق النفسي. لما بنكون تحت ضغط مستمر، قشره الدماغ الاماميه اللي قلنا عليها من شويه اللي مسؤوله عن اتخاذ القرارات بتستنزف طاقتها، وده اللي العلماء بيسموه ارهاق القرار. يعني دماغك بيوصل لمرحله مش قادر فيها ياخد اي قرارات تانية حتى لو كانت بسيطه جدا. عشان كده مثلا ستيف جوبز مؤسس شركه ابل كان بيلبس نفس الهدوم كل يوم، تيشيرت اسود وبنطلون جينز، مش عشان مش عنده فلوس يشتري هدوم تانية، لا، عشان ما يستهلكش طاقة دماغية في قرارات مش مهمة أصلا. كان عايز يحتفظ بكل طاقته للقرارات المهمة في شغله. مارك زوكربيرج مثلا مؤسس فيسبوك كمان بيعمل نفس الحاجة، بيقول إن الناجحين بيقللوا من عدد القرارات اللي لازم ياخدوها في الحاجات اللي مش مهمة علشان يقدروا يركزوا في الحاجات المهمة. بس إيه بقى اللي بيخلي الاحتراق النفسي يحصل أصلا؟ في سبب رئيسي وراه، وهو إننا بنعيش في ثقافة بتمجد الانشغال المستمر. ثقافة بتقول لك إنك لازم تشتغل 24 ساعة علشان تنجح، إنك لازم تبقى منتج طول الوقت، إنك لو ما اشتغلتش كل يوم يبقى أنت كسلان. وده خطأ كبير جدا. الإنسان مخلوق عشان يشتغل ويرتاح بالتناوب. جسمك عنده إيقاع طبيعي اسمه الإيقاع اليومي، وده بيتحكم في مستويات الهرمونات والطاقة والانتباه عندك طول اليوم. لما بتتجاهل الإيقاع الطبيعي ده وتفضل شغال طول الوقت، جسمك بيدخل في حالة التأهب المستمر. الهرمونات زي الكورتيزول والأدرينالين بتفضل عالية طول الوقت، وده بيدمر الجهاز المناعي وبيسبب مشاكل في القلب والضغط والسكر طبعا. دكتور أحمد زويل كان بيقول إن أفضل أفكاره كانت بتجيله وهو مش بيشتغل، وهو بيتمشى في الجنينة أو بيلعب مع أولاده. عقلك الباطن بيشتغل حتى وأنت مرتاح، وده اللي بيخلي الإبداع يحصل. أنا عايزك توقف الفيديو ثواني وفكر كده، امتى اخر مره جالك حل لمشكله صعبه؟ اكيد ما كانش وانت بتتعذب،
وتفكر فيها بكل طاقتك. غالبا جالك وانت بتاخد شاور او انت بتتمشى في الشارع او حتى قبل ما تنام، ده لان الدماغ محتاج مساحه فاضيه علشان يقدر يربط بالمعلومات ويلاقي الحلول. طب دلوقتي احنا عرفنا ايه هو الاحتراق النفسي وليه بيحصل. السؤال المهم بقى ازاي نقدر نتعافى منه وازاي نمنع نفسنا اننا نوصل له تاني. اول حاجه لازم تعرفها ان التعافي من الاحتراق النفسي مش هيحصل بين يوم وليله. برضه المرض اللي بيجي لك على فترات طويله في حياتك اكيد مش هيتحل في يومين. التعافي رحله، والرحله دي محتاجه صبر وحب للنفس، مش محتاجه عذاب اكتر. انت عذبت نفسك كفايه. سيف لما بدا رحله التعافي اول حاجه عملها هو انه اعترف لنفسه انه عنده مشكله. ده كان اصعب جزء في الموضوع، لان الاعتراف ده معناه انه يواجه حقيقه مهمه، انه مش السوبرمان اللي كان فاكر نفسه. كنت خايف ان الناس تفتكرني ضعيف. سيف كان بيقول لي كده وهو داخليا منهار، صوته مهزوز وفي اسوأ حاله ممكن حد يتخيلها. خايف اهلي يقولوا عليا ان انا متدلع، صحابي في الشغل يفتكروا اني مش قد المسؤوليه. بس لما اعترف لنفسه بالمشكله ده كان بدايه التعافي الحقيقي. الخطوه الاولى في العلاج هي اللي العلماء بيسموها اعاده ضبط الجهاز العصبي. جسمك دلوقتي في حاله انذار مستمر والهرمونات بتاعتك متوتره وعاليه جدا. محتاج تهدي الجهاز العصبي ده الاول قبل ما تبدا اي حاجه تانية. واقوى طريقه لده هي التنفس العميق، بس مش اي تنفس. في طريقه اسمها تنفس 4 7 8، والطريقه دي مبنيه على اسس علميه قويه، مش انا بقولها كده وخلاص. هتاخد نفس لمده 4 ثواني وتحبس نفسك لمده 7 ثواني وتطلع النفس ده لمده 8 ثواني. الطريقه دي بتحفز العصب الحائر اللي مسؤول عن تهدئه الجهاز العصبي. ده ليه لما بدات تطبق الطريقه دي كل يوم لمده 10 دقائق بس لاحظت فرق كبير قوي في اول اسبوع. قالت لي بعدها ما بقتش حاسه ان قلبي هيقف ونومي بقى احسن، والصداع اللي كان معايا طول الوقت بدا يخف. وهو ده بالظبط اللي مطلوب كخطوه مبدئيه، لكن ده مجرد الخطوه الاولى. الخطوه الثانيه بقى وهي الاهم، اننا نعيد ترتيب اولوياتنا بطريقه جذريه، ومعظمنا مش عارف ازاي يعمل كده. وارن بافيت واحد من انجح المستثمرين في العالم عنده استراتيجيه بسيطه جدا للاولويات. بيقول الموظفين بتوعه يكتبوا 25 هدف مهم في حياتهم، بعد كده يختاروا اهم 5 اهداف من 25 دول. طب وال 20 هدف الباقيين هنعمل فيهم ايه؟ بافيت بيقول لهم دول اعدائك دلوقتي، ممنوع تفكر فيهم حتى لو كانوا مهمين لحد ما تخلص ال5 اهداف الاولى. ادم طبق النصيحه دي كل الحاجات اللي عايز يتعلمها في البرمجه، وكانت لسته طويله جدا: جافا سكريبت وبايثون، رياكت وانجلر ونود وقواعد بيانات. والكلام ده كتير جدا ومرهق جدا، بس لما اختار اهم 3 حاجات بس وساب الباقي قدر يركز بجد وبدا يحس بالتقدم. اول ما بطلت اشتت نفسي في 1000 حاجه بدات احس اني بتقدم فعلا. ده اللي قاله لي ادم، ما بقتش حاسس اني بجري في مكاني. والفيديو الجاي هنتكلم بشكل مفصل عن تحديد الاولويات. بس في مشكله كده كبيره معظمنا بيقع فيها، وهي اننا بنفتكر ان الراحه يعني اننا نبطل شغل خالص. ده مش صحيح. الراحه الحقيقيه هي الراحه النشطه مش الراحه السلبيه. الراحه السلبيه انك تقعد تتفرج على اي فيلم او تقعد تسكرول على الفيسبوك لساعات. دي مش راحه، ده هروب، والهروب ما بيحلش المشكله، بيأجلها بس. الراحة النشطة انك تعمل حاجة تنشط جسمك ودماغك بس بطريقة مختلفة عن الشغل، زي الرياضة او الرسم او العزف او الطبخ او حتى التنظيف. اي حاجه تخليك تستخدم جسمك وايدك مش بس دماغك. نهى اكتشفت ده بالصدفه، كانت متوتره جدا من موضوع الاختيار ومش قادره تفكر. في يوم من الايام راحت تساعد والدتها في المطبخ وبدات تطبخ معاها وتساعدها. بعدها قالت لي حسيت ان دماغي بقى صافي اكتر وبقيت قادره افكر بوضوح. ده مش كلام فاضي، ده علم فعلا. ولما تشتغل بايدك بتحفز مناطق في الدماغ المسؤوله عن الابداع وحل المشاكل. عشان كده تلاقي مبرمجين كتير بيحبوا يطبخوا او مهندسين بيعزفوا موسيقى. في مثلا كاتبه مشهوره جدا اسمها اجاثا كريستي، كان عندها هوايه كده جميله جدا وبتساعدها بشكل مختلف وكبير جدا في الكتابه. كانت بتحب تجمع الطوابع بتاعه البريد، وقالت في لقاء ليها ان الهوايه دي بتساعدها بشكل كبير جدا، بتهدي اعصابها وبتصفي ذهنها قبل ما تبدا كتابه. وفي مثلا طبيبه نفسيه امريكيه مشهوره جدا اسمها ارثر كوبلر روس، واتشهر قوي عنها ابحاث عن مواضيع مهمه زي مراحل الحزن والاكتئاب. وبالمناسبه انصحكم جدا تقروها، هتفيدكم بشكل ما تتخيلوش. المهم ارثر دي كانت بتمارس رياضه المشي لمسافات طويله بانتظام، ولما اتسالت عن اهم عاده ممكن تكون بتعملها قالت المشي بيساعدني جدا في التفكير بشكل واضح، ووقت المشي بعرف الاقي حلول كتيره جدا لمشاكل بتقابلني، والمشاكل دي ما كنتش بعرف احلها في الوقت العادي. رغم ان الهوايات دي تبان لكم بسيطه جدا، لكن حقيقي مدى تاثيرهم هيفرق معاكم بشكل كبير جدا. جربوهم لمده شهر واحد وارجعوا لنا هنا في الفيديو وقولوا لنا في الكومنتس النتيجه كانت ايه. نرجع بقى لاهم حاجه في العلاج من الاحتراق النفسي، هي انك تتعلم تقول لا. ودي اصعب حاجه لمعظمنا، خصوصا اننا مش متربيين على كده. سيف اتعلم يقول لا بالتدريج. بدأ بالحاجات الصغيرة الأول. لما حد يطلب منه يخرج مثلا وهو تعبان بدأ يقول له معلش النهارده أنا مش قادر، ممكن ننزل بكرة. في الأول كان حاسس بالذنب، بعدين بدأ يحس براحة. الشخص اللي جاي يطلب منك إنه يخرج مثلا، أو إنك تسمع حكاية هو هيقولها، أو حتى خدمة أنت هتقدمها له، هما بيكونوا جايين وطالبين الحاجة دي لأنها مهمة بالنسبة لهم، بس في نفس الوقت أنت تعبان. فالأولوية حاليا هتكون لراحتك. زي ما هما بيدوروا على راحتهم أنت برضه لازم تشوف راحتك وما تجيش على نفسك زيادة، لأنك بعدها هتتعب وهتدخل في حالة متعبة جدا. وحتى لو جيت على نفسك وخرجت أو سمعت صاحبك وأنت مش كويس او مرهق ذهنيا هيبان عليك، وهنا بقى هتبقى المشكله اكبر، لان ببساطه انت هتتعب بعدها لانك ما ارتحتش. حتى الشخص اللي قعدت تسمعه هياخد باله انك مش مركز معاه وهيزعل منك جدا، ويمكن علاقتكم تتاثر وتبقى اسوأ مع الوقت. فاحنا في غنى عن ده كله. سيف بقى لما جرب فتره يقول لا في الوقت اللي مش مناسب ليه، قال لي اكتشفت ان الناس مش هتموت لو قلت لهم لا، والمفاجاه ان الناس بدات تحترمني اكتر لما بقيت واضح معاهم. وخليني اقول لك ان ده كلام حقيقي جدا، بل ان كمان في دراسه في جامعه كاليفورنيا اكتشفت ان الناس اللي بيقولوا لا اكتر بيكونوا اقل توتر
واكتر انتاجيه واسعد في حياته. والسبب بسيط جدا، كل مره بتقول فيها ايوه لحاجه مش مهمه انت بتقول لا لحاجه مهمه في حياتك. ده اللي هي اتعلمت تحدد عدد المشاريع اللي تاخدها كل شهر، بدل ما كانت بتاخد اي مشروع بيجي لها بقت تختار بس المشاريع اللي بتحبها وبتدفع كويس. بعدها لقيتها بتقول لي فلوسي زادت رغم اني باخد مشاريع اقل. دي كانت مفاجاه كبيره جدا ليها، وده على فكره منطقي جدا، لان لما تركز طاقتك في حاجات اقل تقدر تعملها احسن وتاخد عليها فلوس اكتر. بدل ما تعمل 10 حاجات متوسطه تعمل 3 حاجات ممتازه. ادم كمان طبق النصيحه دي، بدل ما يحضر 5 كورسات في نفس الوقت بقى يحضر كورس واحد بس ويخلصه كويس قوي الاول. بقيت احس اني بفهم فعلا مش بس بحفظ. ده اللي هو قاله لي. بس في نصيحه مهمه جدا معظم الناس ما بتعملهاش، هي انك تخلق لنفسك طقوس انتقال بين الشغل والراحه. الدماغ محتاج اشاره واضحه ان وقت الشغل خلص ودلوقتي وقت الراحه. انها بقت لما تخلص شغل تروح تاخد شاور وتغير هدومها وتشرب كوبايه شاي. قالت لي ببساطه الشاور ده بيخليني حاسه اني سبت شغل النهار ورايا ودلوقتي وقت راحتي. سيف بيعمل طقوس تانية، بيقفل الكمبيوتر والموبايل ويطلع يتمشى في الشارع لمده 10 دقائق. قال لي المشي ده بيخليني اقدر افصل من شغل النهار. اليابانيين عندهم مفهوم كده اسمه الايكيجاي ومعناه سبب وجودك، ولو عايزين ممكن نبقى نعمل عنه فيديو تفصيلي في المستقبل، لان حقيقي المفهوم ده مهم جدا جدا. الايكيجاي بقى ببساطه هو المكان اللي بيتقطع فيه 4 حاجات: حاجه انت كويس فيها، حاجه انت بتحبها، حاجه العالم محتاجها، وحاجه انت ممكن تاخد عليها فلوس. وهنا ان المعنى انك تلاقي الحاجه اللي بتجمع كل اللي فات ده. لما تلاقي بقى الايكيجاي بتاعك مش هتحس بالاحتراق النفسي تاني، لان هتكون بتعمل حاجه ليها معنى ليك، مش مجرد شغل عشان فلوس. بس بشرط انك تكون محدد ليها اوقات مناسبه وما ترهقش نفسك اكتر من اللازم. داليا مثلا لقت الايكيجاي بتاعها لما بدات تتخصص في تصميم مساحات للاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه. بعد ما اشتغلت فيه فتره جت قالت لي حسيت ان شغلي بقى ليه معنى مش مجرد ديكور حلو وخلاص. ادم مثلا لقى شغفه في برمجه التطبيقات اللي بتساعد الناس تتعلم. لما بشوف حد بيتعلم حاجه جديده بسبب التطبيق اللي عملته بحس ان كل الشقه اللي شقيته كان يستاهل. ده اللي هو قاله لي. بس خلي بالك، رحله التعافي من الاحتراق النفسي مش خط مستقيم. هتلاقي ايام كويس وايام وحشه، اوقات هتحس فيها انك تمام واوقات تانية هتحس فيها انك رجعت لنقطه الصفر. ده طبيعي تماما، وده مش معناه انك رجعت لورا او انك فشلت. ده معناه انك انسان والتعافي رحله مش محطه. سيف في يوم من الايام بعد شهر كامل من بدايه رحله التعافي صحي الصبح حاسس بنفس الاحساس القديم، مش عايز يقوم من السرير، حاسس ان كل حاجه بلا معنى. اتصل بيا وهو زعلان جدا وقال لي انا فاكر اني بقيت كويس، اكتشفت اني لسه في نفس المكان. حددنا ميعاد سيشن وقعدنا اتكلمنا في اللي حصل، وقتها قلت له حاجه مهمه جدا وعايزك انت كمان تفتكرها لو حسيت بنفس الاحساس. الفرق مش انك مش هتحس بالاحساس ده تاني، الفرق انك دلوقتي عارف ايه ده وعندك الادوات للتعامل معاه. وده بالظبط اللي حصل. سيف عمل تمرين التنفس اللي اتعلمه، طلع اتمشى شويه وكلم واحد صاحبه، وفي نهايه اليوم كان احسن، مش لان المشكله اختفت، لا لانه بقى عارف ازاي يتعامل معاها. لما جالي بقى السيشن اللي بعدها قال لي الفرق اني ما بقتش خايف من الاحساس ده زي الاول، بقيت عارف انه هيعدي وان عندي طرق اتعامل معاه. وطبعا بيكون في طرق اكتر مختلفه لكل شخصيه، وده بالظبط اللي بيميز الناس اللي بتتعافى من الاحتراق النفسي. مش انهم ما بيحسوش بالتعب تاني، لا هما بيحسوا بيه بس بيعرفوا ازاي يتعاملوا معاه من بدري قبل ما يوصل لمرحله الخطر. داليا دلوقتي بقى عندها زي جهاز انذار، لما تحس بالصداع بيرجع او ان النوم بيبوظ او بتبقى عصبيه زياده عن اللزوم بتاخد خطوتين لورا وتراجع نفسها. انها اتعلمت تفرق بين القلق الطبيعي من اختيار قرار مهم وبين الشلل التام اللي كان بيجي لها زمان. قالت لي في مره وهي بتشرح لي الفرق بينهم، دلوقتي لما احس بالقلق بقول لنفسي ده عادي، ده معناه ان القرار ده مهم ليا مش معناه اني لازم اهرب منه. ادم بقى يحتفل بالنجاحات الصغيره كل يوم. زمان كان بيشوف بس اللي ما خلصوش او اللي ما عملوش، دلوقتي بيكتب كل يوم 3 حاجات عملها كويس حتى لو كانت بسيطه، زي انه اتمشى 10 دقايق او شرب ميه كفايه. الاحتفالات بالنجاحات الصغيره خلاني قادر اكمل للنجاحات الكبيره. ده اللي هو قاله لي. في دراسه ضخمه جدا اتعملت في جامعه هارفارد اسمها جرانت. الدراسه دي اتعملت لمده 75 سنه ولسه مستمره لحد النهارده، واتعملت على ما يقارب 724 شخص. انت متخيل الدراسه دي ضخمه ازاي؟ المهم الدراسه دي كان هدفها ايه بقى؟ كانوا عايزين يعرفوا ايه اللي بيخلي الناس سعيده وناجحه في حياتها. النتيجه كانت مفاجاه تقريبا للناس كلها. حطوا قدامهم عوامل كتير قوي، بس تفتكروا كان ايه هو اهم عامل؟ مش الفلوس ومش الشهره ومش النجاح المهني. اكتر عامل بيخلي الناس سعيده هو العلاقات الانسانيه القويه، وان الناس اللي عندها علاقات قويه مع اهلها واصحابها بتكون اقل عرضه للاحتراق النفسي واسرع في التعافي لو وصلت له، لان الانسان مخلوق اجتماعي بطبيعته ومحتاج يحس انه مش لوحده في رحله الحياه. ولما بيحصل وحد بيوصل للاحتراق بيكون محتاج حد جنبه، محتاج حد يتكلم معاه وحد يفضفض له او حد يقدر يفهمه حتى ويقدر يحس بيه. وعلشان كده بتكون دايما نصيحتي الاولى والاخيره لاي شخص اياك والعزله. العزله مش بس بتبعدك عن الناس، لكن العزله ارض خصبه للاخطاء، ومن اكتر العوامل اللي بتساعد الناس على الدخول في الاكتئاب المزمن. العزله مسكن جميل للوجع، لكن وجودها واستمرارها بيزود كل المشاكل. وعلشان كده كنت بفكر احط خطه للمحتوى عن العلاقات، فلو محتاجينها اكتبوا لي في الكومنتس، اكتبوا لنا بقى المواضيع اللي انتم محتاجين نتكلم عنها وهنحاول نعملها قريب ان شاء الله. احنا عايشين في عصر التواصل الاجتماعي، مقارنات مستمره طول الوقت، شايفين الناس وهي بتظهر احسن ما عندها بس، وبنفتكر ان احنا الوحيدين اللي بنتعب او بنفشل او حتى بنحس بالاحباط. الحقيقه
ان كل انسان بيمر بلحظات صعبه، كل انسان بيحس بالتعب، كل انسان بيغلط ويتعلم. الفرق ان الناجحين بيتعاملوا مع اللحظات دي بشكل صحي، مش بيهربوا منها. تخيل معايا حد في قمه النجاح، كل الناس اللي حواليه بتقول له ده وصل لاعلى قمه، محدش هيقدر يوقفه، لكن هو جوه قلبه مش حاسس بحاجه ومش عارف يلاقي نفسه وسط الزحمه دي. ده كان حال اوبرا وينفري مثلا في بدايه الالفينات. وللي ما يعرفش، فاوبرا وينفري هي اعلاميه امريكيه مشهوره جدا، وكانت عامله اكبر برنامج في العالم، مليون واحد بيشوفها، لكن هي من جوه كان في فراغ، كان في تعب، وكان في ضغط كبير، كانها بتجري ورا سراب. اللي خلاها تتعافى انها بدات تحدد اولوياتها بناء على قيمها الشخصيه، مش على توقعات الناس منها. بدات تقول لا للفرص اللي مش مناسبه ليها حتى لو كانت فرص كويسه، وبدات تخلي وقت لنفسها كل يوم حتى لو 10 دقايق بس. الموضوع مش انك تبقى اناني وتفكر في نفسك بس، الموضوع انك تفهم ان رعايتك لنفسك هي اساس قدرتك على رعايه اللي حواليك. انت عمرك ما هتقدر تدي من كوبايه فاضيه، فلما تهتم بصحتك النفسيه والجسديه وتاخد الراحه اللي انت محتاجها وتعمل الحاجات اللي بتخليك مبسوط، انت مش بتكون اناني، انت بتكون مسؤول قدام نفسك وقدام اللي بيحبوك وقدام شغلك واحلامك. هتلاقي ناس بتقولك انت بتدلع نفسك قوي، الحياه صعبه ومحدش هيدلعك، كلنا تعبانين ومحدش بيشتكي غيرك. الناس دي مش قصده تاذيك، هما من وجهه نظرهم بيحاولوا يخلوك اقوى، بس للاسف بيحاولوا يعملوا ده بطريقه غلط تماما. والمشكله ان هما نفسهم مش متعافين من الاحتراق النفسي ومش عارفين يتعاملوا مع الموضوع. فما تخليش كلام الناس ياثر عليك، انت عارف نفسك احسن من اي حد تاني، انت عارف قد ايه كنت بتتعب وقد ايه التعافي ده صعب ومحتاج مجهود، انت عارف ان اللي بتعمله ده مش رفاهيه، ده ضروره. سيف دلوقتي بقى شخص مختلف تماما، مش لانه بقى مش بيشتغل او مش بيحس بالضغط، لا، لانه بقى عارف ازاي يتعامل مع الضغط من غير ما يدمر نفسه. وهي دي بقى النقطه الاهم، بقى عارف ازاي يحافظ على طاقته للحاجات المهمه، بقى عارف ان قيمته كانسان مش مربوطه بقد ايه هو منتج او بينجح. دلوقتي لما اشتغل بشتغل بكل طاقتي، ولما ارتاح برتاح بكل طاقتي، ما بقتش ارتاح وانا حاسس بالذنب، وما بقتش اشتغل وانا مشتت. ده بالظبط اللي قاله لي سيف. ده ليه دلوقتي بقت بتكسب اكتر من الاول رغم انها بتشتغل اقل. قالت لي لما بقيت اركز في مشاريع اقل بس احسن، العملاء بقوا اسعد والجوده بقت اعلى والفلوس بقت اكتر، واهم من كده انها بقت سعيده في شغلها من تاني. ادم خلاص بقى مبرمج شاطر، بدا يشتغل في شركه كويسه، بس الاهم انه عرف ان النجاح مش سباق وان كل واحد ليه توقيته الخاص. ما بقتش اقارن نفسي بحد، بقيت اقارن نفسي بنفسي امبارح بس. ده اللي هو قاله لي. نهى لقيت الشغل اللي بتحبه ومناسب ليها، مش لانها لقيت الوظيفه المثاليه، لا، لانها اتعلمت تخلي اي وظيفه مثاليه ليها عن طريق انها تدي افضل ما عندها وتتعلم منها وتحبها. على فكره بقى، دول مش حكايات خياليه، دي حكايات حقيقيه، بتختلف الاسماء او المواقف، لكن انا جاي هنا انقل لك خبرات سنين وسيشنز مع ناس كتير اتغيرت حياتهم. هما بس كانوا محتاجين يعرفوا ازاي يتعاملوا مع المشاكل اللي بتقابلهم، وانت قادر تكون واحد منهم، مش علشان انت مميز او مختلف، علشان انت انسان، وكل انسان جواه قوه رهيبه قادره تتغلب على اي تحدي حتى لو كان صعب، زي الاحتراق النفسي اللي احنا بنتكلم عنه. بس الطريق مش هيكون سهل، وده مش عيب، ده طبيعي جدا. كل حاجه تستاهل في الحياه بتاخد مجهود ووقت، جسمك يحتاج سنين عشان يوصل للاحتراق النفسي، هو كمان محتاج وقت يتعافى. بس الخبر الحلو ان التعافي اسرع بكتير قوي من الانهيار. وما تنساش ان في الرحله دي انت مش لوحدك، في ملايين الشباب في مصر والعالم العربي بيمروا بنفس اللي انت بتمر بيه. في ناس كتير قدرت تتعافى وعايشه حياه احسن دلوقتي، وانت كمان قادر تكون واحد منهم. كل مره تحس فيها بالاحباط او انك مش قادر تكمل، افتكر ان في اشخاص بيحبوك وعايزين يشوفوك كويس، ان في احلام جواك لسه محتاجه تتحقق، ان في نسخه احسن منك مستنياك تاخد القرار الصح وتبدا تهتم بنفسك. افتكر ان نفسك استحملت معاك كتير وتستاهل انك تساعدها. افتكر ان نفسك ليها عليك حق انك تبقى كويس علشان تقدروا تكملوا وتمشوا الطريق ده سوا للاخر، مش علشان انت ضعيف وعايز مساعده، عشان انت قوي وعارف ان القوه الحقيقيه في انك تطلب المساعده لما تحتاجها، القوه الحقيقيه في انك تعترف لما تكون تعبان، في انك تحب نفسك وتساعدها فعلا. مش كفايه بس انك تدور على الحل، لكن كمان تشوف الحل المناسب ليك وتبدا تعمله. وصدقني الحياه هتكون افضل كتير لما تبقى متعافي نفسيا. الشغل بيبقى ممتع والعلاقات بتبقى اوضح واريح، النوم بيبقى اهدى والاحلام بتبقى واضحه، مش علشان المشاكل اختفت، علشان انت بقيت عندك الادوات للتعامل معاها. ابدا من النهارده، خد نفس عميق دلوقتي وخليك رحيم مع نفسك. قول لها انك بتحبها رغم الاخطاء اللي عملتها، قول لها انك مش هتسيبها تعذب تاني، وانكم هتعدوا الفتره الصعبه دي سوا. وبعدين خد اول خطوه صغيره جدا، زي انك تشرب كوبايه ميه او تخرج حتى تتمشى 5 دقايق او تتكلم مع حد بتحبه، مجرد خطوه واحده بس مش اكتر. وافتكر ان اطول رحله في العالم بتبدا بخطوه واحده، ورحله التعافي من الاحتراق النفسي والرجوع لنفسك الحقيقيه هتبدا برضه بخطوه. وانا معاك في الرحله دي، احنا كلنا معاك، مش عشان نحل مشاكلك، عشان نفكرك ان انت مش لوحدك، وان كل خطوه بتخطيها في الطريق الصح بتخلي العالم مكان احسن، مش بس ليك لكن لكل اللي حواليك كمان.